مساء حير طاير على كل واحدة من صحابي الحلوين. تعالوا دلوقتي اقول لكم روتين الليلي اللي انا بعمله علشان اعتني ببشرتي علشان تفضل ما فيهاش مشاكل. اول حاجه وزي ما قلت لكم قبل كده لازم نمسح الميك اب اللي احنا حاطينه على وشنا علشان يسهل عليكي كمان غسيل بشرتك بعد كده، سواء بقى بميك اب ريموفر او بزيت جوز هند. تاني حاجه ان انا بستخدم الغسول بتاعي اللي هو مناسب لبشرتي، سواء بقى هو نفس الغسول اللي انا بستخدمه او اي غسول تاني انتي بتستخدميه، وبغسل بشرتي كويس جدا جدا، بنضفها من اي شوائب عليها، وبعد كده بنشفها بحاجه ناعمه زي الفوط المايكرو فايبر علشان ما اجهدش بشرتي او حاجز بشرتي. طبعا ما انساش اغسل سناني. خلصت وطلعت من الحمام ببتدي استخدم تونر علشان اسد مسام البشره اللي بتكون مفتوحه جدا بعد الغسول. كده بقى بشرتي راقت وارتاحت، ببتدي بقى استخدم عليها السيرم اللي انا بستخدمه لبشرتي، سواء بقى هيلورونيك او فيتامين سي او اي سيرم مناسب للبشره. واول ما احط السيرم لازم بعده على طول وهو لسه كده يعني ما نشفش قوي اروح حاطه مرطبات بشرتي، سواء مرطب العين، ولازم تستخدمي مرطب عين سواء عندك هالات سوداء او مش عندك، مرطب العين مهم جدا، او استخدام المرطب بتاع البشره المناسب لبشرتك اللي ما يعملكيش اي مشاكل او حبوب مع الاستخدام، سواء بقى كريمي او جيلي. كده خلاص رطبت بشرتي. منساش ارطب شفايفي كويس قوي بنوع برضو المرطب اللي يعجبك، سواء بتحبي تستخدمي مثلا فازلين او بتحبي تستخدمي زبده كاكاو. واحنا بنرطب بشرتنا وبندلعها كده ما ننساش برضو ندلع ايدينا ورجلينا علشان ما يحصلش فيهم تشققات على المدى الطويل وبالاخص في الشتاء. وبس كده ادخل انام بقى وانا مرتاحه. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وفولو وسبسكرايب على اليوتيوب.